من اكتر الحاجات الممتعة اللي ممكن تقضي فيها وقت وانت حرفيا بتستمتع بكل تفصيلة هي الكروشيه. والحاجة اللي هنعملها النهاردة هي الكوفية دي. بجد روعتها بتظهر في انها طويلة جدا، فبتغير جدا من شكل الهدوم في الشتاء. ممكن كمان تعتبريها شال او بطانية وتستغطي بيها، او حتى نلبسها كده بعد ما نتنيها فنضمن الدفى بنسبة 100%. فاعتقد اننا دلوقتي لازم نقول اهلا وهلا ومرحبا في حاجات عايزين نتكلم عن كورس الكروشيه الجزء الثاني. طيب تعالوا دلوقتي بقى نشوف كده بالراحة الموضوع بيمشي ازاي. اول حاجه بنبدا بيها الشغل بتاعنا، لو كنت شفت الجزء الاول، هي عقده البدايه وبعدين غرزه السلسله. ولو ما كنتش شفته فده كده مراجعه سريعه للي احنا عملناه هناك. بنعمل عقده بالطريقه اللي انتوا شفتوها، بندخل الابره وبنبدا بقى نلف كده لفه على الخيط وندخل بيه جوه الحلقه اللي احنا فيها. وهي دي بقى كده غرزه السلسله. بنفضل نكرر الموضوع، بس اهم حاجه ان احنا نقفل في الاخر بعدد زوجي. يعني شوفوا العرض اللي انتوا حابينه بتاع السكارف او الكوفيه، بس اهم حاجه يكون في الاخر عدد زوجي من السلاسل. في الكوفيه الاصلي اللي انتوا شفتوها في اول فيديو كان تقريبا 36، بس انا هنا عملت 20 علشان اوريكم كده مثال صغير. وبعد كده هنزود غرزتين، وبعدين هنتجاهل الغرزتين دول وهندخل في الغرزه الثالثه اللي وراها. ناخد لفه من الخيط، ندخل جوه الغرزه وناخد لفه كمان. بقى معانا 3 حلقات. هناخد لفه نطلع من اول حلقه، ولفه كمان نطلع من اخر حلقتين، ولفه ونطلع منهم كلهم. دي كده اسمها غرزه عمود بلفتين. هنكرر بقى الموضوع في كل الغرز. لفة وندخل، معانا 3 خيوط، نخرج من أول حلقة وبعدين من الحلقتين التانيين وبعد كده من آخر حلقتين. هتكرروا بقى الموضوع ده كده على طول الغرز بتاعة السلسلة لحد ما تلاقوا ان الصف بتاعكم خلص. وهنا حاولت اعمل لكم زوم عشان برضو لو كان الموضوع مش واضح من شوية يكون اوضح بالنسبة لكم وتكون الغرزة سهلة وبسيطة. برضو زي ما قلت لكم هنكرر بقى لحد آخر السلسلة وبعد كده هوريكم. وده كده شكل الصف الاولاني لما خلص، ما فيهوش اي حاجه. وهنا كان فاضل بس اخر غرزه هعملها معاكم واوريكم بقى بعدها ازاي بنطلع للصف اللي فوق علشان نكمل الشغل بتاعنا. والتركيه كلها بتكون في السطر التاني. وده كده خلاص بعد ما اخر عمود اتعمل. هنبدا بقى ناخد سلسله عشان نقفل السطر بتاعنا ونلف الشغل كله للناحيه التانية. هناخد لفه وهنا بقى هنحدد اول عمود وهندخل كده من وراه. يعني شوفوها تاني، ندخل من ورا العمود، ناخد لفة خيط ونطلع. بقى معانا برضو نفس ال3 حلقات بتوعنا. لفة ونطلع من أول حلقة، لفة ونطلع من آخر حلقتين. هي موضوع ممكن يبقى رخم شوية بس مع التجربة بيبقى سهل. بعد كده لفة كمان ونطلع من آخر حلقتين. كده أول عمود احنا دخلنا من ورا العمود اللي تحت. تاني عمود برضو هندخل من ورا العمود اللي تحت. معذرة القط بتاعي جه. هنعيد تاني. هندخل من ورا العمود، ناخد لفة. بقى كده معانا 3 حلقات. نطلع من أول حلقة، لفة كمان زي ما كنا بنعمل بالظبط، مفيش أي حاجة. كده أول عمودين عملناهم من ورا العواميد اللي تحت. العمود التالت بقى هندخل من ورا لقدام. يعني هنبقى بصوا الإبرة كده شكلها عامل ازاي، فاهمين؟ داخله من قدام العمود. ناخد لفه وبرضه هنطلع نعمل عمود بلفتين عادي جدا زي الشغل بتاعنا، ما فيهوش اي تغيير. واول ما العمود بقى يخلص هناخد برضه في العمود الرابع هندخل برضه من قدام العمود اللي تحت. فكده بقى الشغل بتاعنا ماشي ازاي؟ ان احنا بنشتغل عمودين من قدام وعمودين من ورا، تمام. ونكمل بقى في القصة دي لحد ما نلاقي ان السطر بتاعنا كله خلص. ده بصوا بيبقى شكلها. ولو قلبتوها من ورا هتلاقوا برضو نفس الكلام بس بالمعكوس. وبما ان كده اول 4 عواميد خلصوا فهنعكس برضو وهندخل بقى من ورا العمود الخامس علشان برضو نبقى كده ماشيين 2 2 2. وهكمل بقى باقي الشغل كده واوريكم بعد ما السطر التاني هيخلص هنعمل ايه بعد كده. وده كده بعد ما السطر كله خلص. هخلص بس معاكم اخر عمود علشان اوريكم بعد كده ازاي هنطلع للسطر اللي فوق وهنمشي فيه ازاي، لان الموضوع هيتغير شويه. واخر عمود كان في الصف بتاعي كان عمود من قدام العمود اللي تحت. وعادي جدا ممكن يكون معاكم اللي هو بيكون من ورا، مش فارقه كتير. هو برضو هتعملوا نفس الشيء ان انتوا تعملوا العكس. ده كده شكلها بعد ما خلصت. هاخد بقى لفه علشان اعمل غرزه سلسله واعكس الشغل بتاعي. وهنا بقى هتلاحظوا ايه، ان اول صفين يعتبروا زي بعض. لما كان العمود من قدام تحت كان برضو من قدام فوق. فكده بقى معانا صفين شبه بعض. الصف التالت بقى هنعكس.
هندخل اللي كان من قدام هنخليه من ورا، واللي كان من ورا هنخليه من قدام. فهنا لو تلاحظوا انا دخلت من قدام العمود اللي تحت على عكس اللي احنا عملناه في السطر التاني، علشان يبقى الشغل بتاعنا عبارة عن سطرين من قدام وعكسهم سطرين من ورا، فيدينا الشكل اللي في الاخر شفتوا بيه الكوفية. تمام، هنبدأ بقى نكمل عادي جدا مفيش اي حاجة. برضو هدخل عكس الشغل اللي تحت ان احنا نطلع من قدام العمود، وهكذا بقى هفضل اكمل واوريكم في الاخر كده هيكون شكله عامل ازاي. برضو زي ما قلت لكم اهم حاجة سطرين من قدام وسطرين من ورا. فهنا مثلا العمود الثالث كان ورا، انا بقى خليته قدام ودخلت الابرة من ورا، وهكذا بقى لحد ما السطر يخلص. وده كده الشغل بعد ما السطر الثالث خلص. هتبدأوا بقى تلاحظوا الموضوع بوضوح اكتر ان اول سطرين مع بعض والسطر الثالث تحسوا ان هو كده عكسهم. فده بالظبط اللي هنعمله في السطر الرابع، لان احنا زي ما قلنا هنمشي سطرين مع بعض وسطرين عكسهم وهكذا. فكان اول سطرين قدام وبعد كده بقينا من ورا، فبرضو في السطر الرابع هنشتغل من ورا، هنخلي العمود ورا وندخل الابرة قدامه. وبرضو هنمشي بقى الغرزة بتاعتنا عادي خالص، العمود بلفتين ما فيهاش اي مشكلة خالص. واحيانا كده زي ما انتوا شايفين بتلاقوا الغرزة بترخم عليكم شوية ومش عايزة تيجي بسهولة، عادي جدا، الكلام ده لسه لحد دلوقتي برضو بيحصل معايا. بس هو الموضوع تعود، وعلى ما ايديكوا بس بتاخد على الغرزة اللي انتوا بتشتغلوها هتلاقوا الموضوع بقيتوا بعد كده بتشتغلوا من غير ما تحتاجوا تبصوا اصلا. المهم ده كده بعد ما خلصت اول عمودين زي ما قلت لكم خدناهم من ورا، هنا بقى هندخل الابره هي اللي ورا فالعمود يبقى من قدام، وهنعمل برضو عمودين كمان بنفس الطريقه بالظبط. وبعدين بقى هوريكم كده بعد شويه لما اتحرك في السطر كده هيبقى الشكل عامل ازاي. كل ما تشتغلوا اكتر كل ما تحسوا ان الشكل بدأ يوضح معاكم اكتر بكتير. وده كده الشكل بقى بعد ما خلصت السطر الرابع. تحسوا بقى ان الغرزة وضحت معاكم قوي ان هي بقوا سطرين مع بعض وسطرين مع بعض. فبرضو هنكمل بنفس بقى الطريقة على حسب الطول اللي انتوا عايزينه للسكارف، طبعا دي حاجة تحددوها انتوا. وممكن برضو تعملوا زي ما انا كنت عامله في السكارف الاساسيه، ان انا كنت مدخله اكتر من درجه لون رمادي مع بعض. فمثلا لان الرمادي ده غامق قوي ممكن برضو ادخل معاه اسود عادي جدا. هقطع الخيط الرمادي على حسب مثلا ما حسيت اني عملت سطور كفايه، وبس هربط فيه الخيط الاسود. ما تقلقوش الزيادات دي هوريكم ازاي بنشيلها، وهنكمل عادي جدا مفيش اي حاجة مختلفة. هنمشي برضو على حسب السطور بتاعتنا، بس اهم حاجة ان انتوا لما تيجوا تدخلوا لون تاني تدخلوه بعد ما يكون في سطرين زي بعض خلصانين، يعني علشان يبقى غرزتين من قدام بلون وبعد كده اللون الجديد يدخل يبقى الغرزتين اللي عكسهم. فاهمين الفكرة؟ وده كده الشكل بعد ما اشتغلت في اللون الاسود شوية علشان بس اوريكم. بعد كده بقى ممكن تكملوا زي ما قلت لكم على حسب الطول اللي انتوا عايزينه. نيجي بقى عند النقطة المهمة، ازاي بنعمل الشراشيب او الشراشير اللي تحت كانت موجودة في السكارف. بنجيب نفس لون الخيط اللي على الطرف وناخد طول كده، صراحة ملوش طول معين يعني ده على حسب اللي انتوا عايزينه، وناخد منه المقاس بتاعه وبعد كده نعمل منه مقاسات كتير قوي. بس انصحكم تقيسوا اول خيطين كده يكونوا قد بعض وبعد كده تربطوهم وتشوفوا لو الطول ده عجبكم تمام، لو مش كويس او حاسين ان انتوا عايزين يكون اطول تقصوا بقى الباقي على حسب الطول اللي عجبكم. كل اللي احنا هنعمله هندخل عند السلسلة اللي موجودة في الطرف، نشد كده بالإبرة الخيطين نربطهم وبس كده. هنكرر بقى الموضوع على الطرف كله في كل الغرزة بتاعت السلسلة اللي تحت. هتحسوا الموضوع مش باين دلوقتي بس برضو افضلوا كرروها نفس الطريقة كده، هتلاقوا ان بعد شوية الشكل بتاعها بيبان. بصوا يعني هنا كده بعد ما عملت حبة حلوين، وبعد كده ممكن بقى تساوي بالمقص كده الطول من تحت لو مش عايزينهم يكونوا مختلفين في الطول. وكإضافة ممكن تجيبوا فرشة وتسرحوا كده الشراشيب دي هتلاقوا شكلها اتنفش، بس انا الصراحة بحب شكلها كده اكتر. واظن دلوقتي بعد ما شفتوا كل الخطوات اعتقد الموضوع مفيش اسهل منه. وطبعا تقدروا تلعبوا في الالوان براحتكم جدا، تقدروا تستخدموا اكتر من لون او حتى لون واحد على حسب تفضيلاتكم. المهم انها هتطلع في الاخر قطعه من الارض، فهستنى منكم انكم تجربوها وهنبسط جدا جدا لو حد عملها وقرر ان هو يوريهاني. ممكن تبعتولي اي حاجه على انستجرام هتلاقوه تحت في ديسكريبشن الفيديو. ودعم كتير بقى على الفيديو ده علشان بامانه حسيت باحباط سيكا من التفاعل على الفيديو اللي فات. فلو حسيت ان ناس كتير على القناه مش مهتمين بنوعيه الفيديوهات دي بتاعه الكورسات ممكن جدا ما كملش. ولو كنتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب زر الجرس. وبس كده، سلام.